السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شلونكم؟ شخباركم؟ طبعا هذا إلي أول فيديو بالقناة، وحبيت أسويها قناة طبخ. طبعا اليوم راح نطبخ وياكم اللي هو تشريب اللحم. مثل ما تشوفون أول شي حمسنا البصل وبعدين اللحم، نقلبهم تقليبة بسيطة بس، ونضيف باقي المكونات. هسه ضفنا بصل صحاح وطماطة صحاح وفلفل ونوم بصرة، خليهم بس دقيقتين ونرجع عليهم. هسه ضفنا باقي البهارات اللي هي كركم وهيل وقرنفل. راح نقلبهم بسيط هيك شوية، وشرايحتين ليمون. طبعا الليمون كلش زين ويشيل الزفرة. ونضيف باقي الماء ونغطي. هنا حضرنا مكونات الزلاطة، وهنا منقعين التمن. هنا نرجع على التشريب نشوفه شلون صار يخبل. طبعا ما ضفنا له ملح لحد الآن. احنا هنا تقريبا اللي يريد يستوي نحط له ملح. هنا ماما خبزت، اشوفكم خبزها. هنا سوينا زلاطة طبعا كلش طيبة. هنا راح نسوي تاجينة. هاي التاجينة كلش مضبوطة، كلش مضبوطة بالمقادير مالتها، كلش طيبة بدون أي بهارات، بس ملح وهيل. طبعا هنا قلنا الشعرية احنا حمسناها، وهنا اللوز دبينا عليها، وراح نضيف باقي المكونات. طبعا الأجواء اليوم مطر وباردة كلش ورمضان. هاي هنا التشريب، اللحم ما تستوى طلع يخبل. هاي حمسنا اللوز والشعرية، راح نضيف باقي المكونات. هاي هنا ذبينا الكشمش والفستق، نحمسهم حمسة بسيطة وندب البازاليا. هاي البازاليا، ونضيف كوب مي، ورشة ملح وهيل. طبعا أنا ما أحب أضيف أي بهارات للتاجينة، يعني أحب أخليها هيجي على طعمها. هنا راح نطبق التمن. أول شي نحمس الهيل، بعدين نضيف التمن. هنا رشة ملح. وهذا التشريب ضفنا له ملح هسه. أتمنى من الكل إنه تدعمني، لأن هاي أول مرة أفتح قناة، وأتمنى تعجبكم وتقترحون علي أفكار. هاي هنا راح نسوي برول، وهاي التمن هنا استوى. طبعا هذا البرول هنا طبخناه. إذن ما يحبب ولا يعجن، يعني بالحالتين لا يحبب ولا يعجن. وهاي التشريب هنا استوى، والتمن هنا كمل، والبرغل كمل. وهاي